محاولة الآن فابريس وسط ثلاثة المدافعين. شنو غادي يعمل؟ كيمرر ليه عمر نجدي. عمر نجدي أمامه الشاعري وجه لوجه الآن. عمر نجدي كيرفع كرة. يا سلام على هدف، يا سلام على هدف بطريقة جيدة. هذا هو فابريس أونداما، هذا هو فابريس أونداما. يمكن نقول بأن الصورة غنية عن كل تعليق، الصورة غنية عن كل تعليق. الجمهور الميدان يصفق بطريقة جيدة للعبة اللي كتكون بطريقة جميلة ومخدومة. فيمكن نقول بأنه كان تواصل جيد ما بين فابريس أونداما وما بين عمر نجدي بكل هدوء. انطلق أونداما. إذا كان ممكن مخرج نشقاق أنه يعطيني الإعادة. هجمة الآن ممتازة في اتجاه فابريس يهيئ كرة. نجدي يسجل هدف بطريقة جميلة. خطير نجدي وفابريس أونداما. ونجدي ختامه مسك لأنه سيغير. عمر نجدي نشاهد فابريس أونداما هيئ الكرة لنجدي، سددها، ارتطمت بأحد اللاعبين، تغير اتجاهها وأعطت الهدف الثاني. وكما قلت بأنه ختامه مسك، أو اللاعب المنصفي الذي غير وليس نجدي. إذن نجدي ما زال سيواصل المقابلة مع فريق الوداد البيضاوي. أوراق فرنسوا باراتشي. محاولة الآن لصالح فريق أولمبيك كوريبكا. خطيرة دي المحاولة دائما الخطورة واردة. والهدف لصالح فريق أولمبيك كوريبكا. لا شيء حسم بعد. هذا هو اللاعب البديل البركاني محمد الذي كان في تجربة احترافية بهولندا يقلص الفارق. كان هناك تثاقل كثير في دفاع فريق الوداد، استغله مهاجم فريق أولمبيك كوريبكا. واكيد بانه لا تساهل مع ضعف اداء الدفاع، وبالتالي البركاني يقلص من النتيجه. اذا 2-1. اذا اخر ما تبعناه هو المحاوله الاخيره لصالح فريق أولمبيك كوريبكا التي قلصت الفارق.